السلام عليكم. وش العشران؟ اليوم شابكت المواضيع وكل شي كيهضر على ماتش المغرب وطنزانيا. الأجواء سخونة، التوقعات كثيرة، وكل واحد عنده رأي. فهذا الفيديو غادي نحاولوا نهدروا على كل شي بلا فلتر. خليك معانا وركز مزيان، وما تنساش تخلي لايك وأبوني. فعلا حضور الأمير مولاي الحسن كان لفتة زوينة بالزاف، وكيبين الدعم الملكي للمنتخب الوطني. الأمير جا تفرج وفرحوا بالزاف بالفوز، وهذا الشي زاد فرحة الجمهور وخلى اللحظة تكون مميزة ومليانة فخر لكل المغاربة. هل تكون في الشباك هذه؟ أشرف حكيمي أوه يا لحظتك يا حكيمي. دابا ندخلوا في المباراة. شوف خويا، هادشي لي كيقولوا بعض الجماهير الجزائرية بحال راه ضربة جزاء ماشي صحيحة، راه ماشي غريب. حيت كاين ديما اللي كيبغيو يدخلوا راسهم فشي حاجة ماشي شغلهم، خصوصا إلا كانت فيها المغرب. الماتش كان واضح والحكم دار خدمته والفار كان حاضر وماشي شي قرار جاي من الزنقة. ولكن بعض الناس ما كيعجبهمش يشوفوا المغرب رابح، كيبداو يقلبوا على أي حاجة باش ينقصوا من الفوز. حنا ما خاصناش نعطيه أهمية لهذه الهضرة، حيث المنتخب كيلعب كينتصر والشعب فرحان، وهذه هي الحاجة اللي مهمة. وخليوا لي فقلوبهم الغل يهضروا بوحدهم، راه الواقع غادي يجاوب عليهم. وين راكم تشوفوا بالضربة جزاء؟ الناس اللي تفهم وين راكم تشوفوا بالضربة جزاء هذه؟ وين راكم تشوفوا فيها؟ أنا الوحيد اللي نقول لكم باللي هذه ماهيش ضربة جزاء. نقول لكم علاه ولا لا؟ نعطيكم تفسير. لأنه بلد المنظم لكأس إفريقيا هو المغرب. السلام عليكم، إن شاء الله يكون وصل الميساج. 3 فضائح في مباراة المغرب طنزانيا. اولها في اللقطة هذه ما حسبش البينالتي ديريكت، هذه نحسبها انا فضيحة. الفضيحة هي كي ما رجعش للفار، هذه ماشي غير فضيحة. نقولوا الاولى تقدر تغمض عينك ما بانتلوش، والزوجة والفار ما يعيطلكش. والفضيحة الثالثة اللي كشغل صح راح توافقوني فيها وتقولوا لي عندك الحق، هي لما جبد وتجرأ يجبد بطاقة صفراء لدكة طنزانيا وين كانوا هما يطالبوا بحقهم انه يروح يشوف الفار. والفضيحه الرابعه دوك راهي جات في بالي، واللي هي انه كي الفار ما نادالوش نورمالمون يعيط له يقول له روح شوف. على الاقل الفار يخدم خدمته وكما نقولوا يصفي حسابه هو، ومن بعد القرار النهائي يرجع ليه يشوف يحب يحسبها يحب ما يحسبهاش، باش تعرف باللي هنا الطاقم كامل متواطئ، الحكام الفار والحكم الرئيسي. يعني صراحه واش نقول لكم، المنتخب المغربي تأهل بصح ما راحش يطول، ونبقى عند كلامي. ممكن الكاميرون ولا جنوب افريقيا المباراة اللي راح تلعب الان راح تكمل معهم، وإلا فاتوهم راح تخرج لهم نيجيريا ولا اسبوع تاعنا الجيري، وراح يقضيو لهم على الاحلام. ومام الا لحقوا النهائي راح تقضي لهم السينغال من هي ولا كوت ديفوار ولا مصر ولا بوركينا فاسو. المهم المغرب ما تديش كوب دافريك، هذا توقعي والعالميه. وما تنساش دير ابوني يلحقك جديد على المنتخب الوطني الجزائري. توقعي في كره قدم ماشي حقد ولا اداؤكم ضعيف. غنقنعك بلي البينالتي ديال طنزانيا ماشي بينالتي، واخا تكون انت مقتنع 100% بلي راه بينالتي. اليوم غنبدل لك رايك وكنتحداك، ركز معايا. غنسدوا الفوام دابا، وبغيتو هذا الفيديو يتبارطاجا باش نسدوا هذا الموضوع. دوو بزاف التحكيم نتوما التحكيم، دابا غنسدوا هذا الموضوع. شوف غتعاود اللقطه ماسينا هنا، نخلي لكم باش تشوفوا. شوف هيا تعاود اللقطه هنا، ماسينا باقي ما دفعش اللعاب كيقلب على البينالتي، اللعاب طاح قبل ما يدفعوا ماسينا. دونك كيتحايل على الحكم، والتحايل في القانون ديال الكره باغي تخدع الحكم. دونك الحكم ما غيصفرش لك بينالتي. شوف باقي ما دفعوش وطاح اللعاب، باقي ما دفعوش.
حتى الاخر عاد دفعوا، ولكن راه طاح اللعاب، راه طاح بوحدو. يعني ديك الدفعه ما اثراتش على لاكسيون، ديك الدفعه ماشي سببها باش طاح اللعاب، دوك اللعاب طاح قبل ما يدفعوا ادم مسينا. واش قنعتكم ولا ما قنعتكمش؟ حنا كمغاربة خاصنا نساو هذا الماتش ونفكروا في الماتش الجاي منين. سمعوا المغاربة بلي المباراة الجاية غتكون ضد الكاميرون. كانت ردة الفعل ديال الأغلبية إيجابية وثقة كبيرة فالفريق الوطني. الناس قالوا ما عندناش مشكل، اللعابة واجدين وحنا واثقين فيهم. كاين واحد الإحساس بالفخر والحماس، خصوصا من بعد الأداء الزوين ضد تنزانيا واللي عطى طمأنينة للجمهور. كل شيء كيتمنى الفوز، ولكن مع الواقعية حيتعرفين إنه الكاميرون منتخب قوي، ولكن حنا ماشي ساهلين. المغاربة باغيين يشوفوا منتخبهم كيتقاتل ويمثل البلاد بأفضل وجه، وملكة تشوف الدعم الكبير فالسوشيال ميديا والتشجيع فكل بلاصة كتعرف إنه الجمهور تيقف راسه وتيك فالمنتخب ديالو. اللي طاح في المقله غيتقلى. دابا الحمد لله عرفنا مع مطحنا. ماتش غيكون واعر هذا الماتش غتكون فيه المتعه. ماتش ديال السبوعه، السبع اللي غيجري بزاف. سمعوني مزيان، السبع اللي غيجري بزاف واللي غيتقاتل واللي غيطاكلي واللي غيموت هو اللي غيمشي للدومي فينال. هذا هو الواقع. الكاميرون كيتلقبوا بالاسود الغير مروضه، اسود الاطلس. ماتش ديال السبوعه. هذا الماتش ان شاء الله نتمنى الركراكي يلبس الفيستا، نتمناك تلبس الفيستا الكحله خبيتي فيها الورقه ديال المقادير باش لعبتي ضد زامبيا ما تجيش لابس التريكو. كاع ما تلبس التريكو بحال اليوم. لبس ليا الفيستا الكحله، في الجيب ديالها الدخلاني كاينه ورقه فيها المقادير. قبل ما تبدا الماتش قرا المقادير ودخل على بركه الله وحنا راه معاك. الله يسخر ومربوحه ان شاء الله، والله قبره مغربي. لقاء الجبابرة، لقاء الغشاشين والمنافقين. فرعون مع أبا لهب التقوا في جهنم. واحد مروكي قال لي شغالي سيبورتي المغرب جوارينك ولا الكاميرون اللي ربحاتك في 2022. خويا انا كجزائري ما يهمونيش في زوج، انا هادو راهم في طريقي وغادي نلقاهم في الديمي فينال. اللي حكمه في الديمي فينال غادي نصفق له في وجهه وغادي نقول لك زوج كلايم فقط. 1 2 3 فيفا لاجيري، 1 2 3 4 فيفا كاميرون.